لو بتفكر تكمل في وظيفة مش بتقدر إمكانياتك أو جوازة مش لاقي فيها الحد الأدنى من الاحترام، فلازم تعرف إيه اللي حصل للضفدع ده. في واحدة من التجارب العلمية حطوا ضفدع في مية على النار، وكل ما سخنت المية كل ما عدل الضفدع درجة حرارة جسمه، فتفضل درجة حرارة المية بالنسبة له عادية ومقبولة لحد ما المية وصلت لمرحلة الغليان ومات الضفدع في التجربة. لما العلماء حاولوا يفسروا سلوك الضفدع كانت هنا الصدمة. الضفدع اتحط في إناء مفتوح ومع ذلك محاولش إنه ينط ويخرج منه، واللي فهمناه إنه استخدم كل طاقته في التأقلم على المناخ اللي حواليه لحد ما وصل لمرحلة ما بقاش عنده طاقة للتأقلم ولا حتى إنه ينط وينقذ حياته. فاوعى تستنزف طاقتك في التأقلم على وضع انت عارف كويس قوي إنه مش مناسب ليك، وخليك ذكي واعرف امتى لازم تنط وتنقذ اللي اتبقى منك علشان تعرف تبدأ حياة جديدة. أشوفكم بخير.